السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خلال ساعات بإذن الله، وممكن يكون دلوقتي وممكن يكون وأنا بسجل، أحمد رفعت إن شاء الله سينتقل إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة. هيحضروا له عربية إسعاف مجهزة أحسن تجهيز عشان يتنقل من الإسكندرية إلى القاهرة. ربنا يشفيك ويعافيك يا أحمد. عايز أقول لكم إن الحالة التنفسية عند أحمد بقت كويسة، كل المشاكل زي ما قلنا في الكلى، لكن إن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه إن شاء الله. تنور بيتك قريبا يا أحمد يا رفعت، وأهلا بيكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لقطكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس أمرا. دوس لايك، نبدأ أخبارنا النهاردة، وصوما مقبولا وأفطارا شهيا إن شاء الله لكل الناس، آمين يا رب العالمين. مبدئيا كده جوزيه جوميز قرر ان تدريبات نادي الزمالك النهارده تكون الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، عشان خاطر يبقى نفس موعد لقاء مباراتنا مع مودرن فيوتشر ان شاء الله يوم 31. كمان جوزيه جوميز يقرر الاتي: عدم اعتماد سياسه التدوير بين حراس المرمى، وده اللي طالبنا بيه. يعني حارس واحد اللي هيقف، وكل حين ومين وفين هتلاقي حارس اخر هيقف، اللي هو مثلا زي محمد صبحي. ان شاء الله عواد يكون اساسي بمشيئه الله تعالى. كمان عايز اقول لك برضو حاجه مهمه بخصوص مباراتنا مع فيوتشر. زيزو زي ما قلنا بنسبه كبيره هيلحق، الا لو جوميز قال لك اما ريحه في المباراه الاولى. كمان هيغيب اشرف رؤى بنسبه 99% تقريبا، وهيغيب ابراهيم نضاي بنسبه 100%. كمان حاجه مهمه جدا جدا جدا: عدد الجمهور اللي هيحضر المباراتين. المباراه الاولى زي ما كلنا عارفين مباراه نادي فيوتشر، هي مباراه الذهاب. الجمهور اللي هيدخل تقريبا كده 15,000 وليس 30. انا مش عارف ليه ما تخليها 30 من الاثنين عندنا في مصر، لكن لا، ازاي؟ ما موضوع ان فيوتشر ملوش جمهور يبقى مش هندخل لك كتير. على العموم 15 ماشي. في مباراه العوده بقى ان شاء الله هيبقوا 30,000 باذن الله. العوده تبقى 30,000 بمشيئه الله تعالى. طيب، من هو اسد العراق؟ مسمينه اسد العراق، مش انا اللي مسميه. وكمان لاعب بيلعب تحت رؤوس الحربة وبيلعب كمان جناح. قالوا عليه في العراق موهبة كبيرة جدا. قالوا عليه انه هيصعد بسرعة الصاروخ. مش بس كده، لا، ده كمان احترف وخاض تجربة احترافية لكنها ما كملتش للأسف. ليه؟ لأنه ما تعودش على الاحتراف وما خدش وما تأقلمش على الاحتراف. إنه علي جاسم. علي جاسم صاحب 20 عام، لاعب نادي كهرباء العراقي والمعار الى القوه الجويه، اللي الموسم بتاعه بينتهي خلاص السنه دي، خلاص اخر الموسم خلاص. رئيس نادي الكهرباء، مش انا اللي بقول ولا انا جبت الكلام من عندي، هو اللي قال ان اداره نادي الزمالك فعلا بتفاوضهم للحصول على خدمات اللاعب، وان اللاعب ما قدرش يكمل احتراف في انطاليا سبور التركي وهو عنده 19 سنه، وعنده 20 دلوقتي، مواليد 2004، عشان خاطر انه ما تاقلمش على الاحتراف هناك، ما بيجدش اي لغه غير اللغه العربيه. كمان اللاعب لما لعب في القوة الجوية خد خمس مباريات في دوري أبطال آسيا، سجل 4 أهداف. بيلعب في منتخب الشباب لمنتخب العراق، لعب في المنتخب الأول وانضم للمنتخب الأول في آسيا اللي فاتت، في كأس آسيا اللي كانت في شهر 1. يعني بيقولوا عليه موهبة كبيرة جدا، نتمنى يكون من نصيبنا. رئيس النادي كهرباء العراقي بيقول إن اللاعب جاي له عرض من أسبهان الإيراني، وعرض من نادي قطري، وعرض من نادي الزمالك. ده الرئيس اللي قال في مداخلة في أحد المداخلات. هنشوف اللي هيحصل، وما تنسوش إن إحنا عندنا محمود الأسود إن شاء الله بإذن الله هو كمان يتواجد. لكن اللي عاوز أعرفه لك بخصوص علي جاسم آخر حاجة عشان أقفل معاك الموضوع ده: اللاعب ده عنده 20 سنة. يعني إيه عنده 20 سنة؟ يعني ينفع يتأيد تحت السن. ينفع يتأيد تحت السن. طيب، تعالوا ندخل على الخبر التالي معانا. خبر مهم جدا، ايوه مهم جدا للي متابعنا واللي بيوصل الحلقات ببعضها، عشان معظم الحلقات بتبقى مرتبطه ببعضها. كلنا عارفين ان احنا هنلعب السوبر الافريقي وكأس الكؤوس الافريقيه. تمام، مفيش ادنى مشاكل. قلنا عايزين تدعيمات، وينفع ان انت تجيب لعيبه محترفه او محليه في البطوله وبعد كده يمشوا. قلنا ان نادي الزمالك ما فوتش غير لاعب واحد،
وهو ابو الفتوح احمد خماصه لاعب كويس، لاعب البنك الاهلي من احسن الباكات المتواجده في الدوري المصري، واحسن لاعب في البنك الاهلي، اللي متابع يد اكيد هيبقى عارفه. فقلت لك مش كافي، احنا عايزين كمان، عايزين محترف 2، عايزين ندعم كمان، محتاجين يا جماعه. قال لك ايه بقى؟ هو انت مش عاجبك ان احنا ناخد ابو الفتوح؟ طب الاهلي خده. ايوه، الاهلي مضى ابو الفتوح حماصه، ابو الفتوح احمد حماصه. الاهلي اللي مش يعني ما شاء الله مش ناقص تدعيمات، ما بنحسدش حد، تعالى روح واخدينه. مش الزمالك بيفاوضك؟ تعالى حبيبي. طب ازاي؟ طب ينفع؟ طب انتوا هتدعموا بمين؟ طب انتوا هتجيبوا مين؟ دي بطوله على فكره، دي بطوله لو اقل فريق في العالم داخلها يقدر ياخدها. تعرف ازاي؟ هيجيب 4 5 6 صفقات جامدين ياخد بيهم البطوله مثلا انا بقول لك مثلا. يعني انا حتى لو مستواي مش كويس كزمالك حاليا اقدر اخد البطوله لو جبت تدعيمات مع اللعيبه المتواجده. الله يرحم حسن وليد قداح، لاعبنا المحترف الان، اللاعب اللي كان بيلعب في هليوبلس او بيلعب في الشمس او بيلعب في نادي كده يعني، وفجاه النادي الاهلي راح يتعاقد معاه والزمالك كان بيتعاقد معاه. مش عارف مين من اعضاء نادي الزمالك اتصل بالمستشار مرتضى منصور قال له ده اداره النادي الاهلي كلها جوه، الاداره بتخلص فيه باعتين يعني مناديب او مندوبين عنهم جوه الاداره، بعت مناديب عنهم بيخلصوا. قال له خش بشنطه الفلوس وخلص، احنا اتكلمنا في التليفون خلاص. ودخل فتح شنطه الفلوس، خدوا الفلوس هاتوا وليد قداح. وليد قداح من احسن لعيبه مصر لما تعاقدنا معاه، وكان اصلا نجم في منتخب الشباب في كاس العالم. النهارده مش عارف اجيب صفقه اعاره، حد هيقول لي ايه؟ هيطلع بقى يستظرف، وانا يا عم بقبل استظرافك. سيب الاداره تشتغل لو سمحت يا اسلام. هو انت على طول تهاجمهم؟ طيب يا حبيبي، طب حاضر حاضر يا استاذ، انا هسيب الاداره تشتغل، ولما نخسر البطولات برضه قول لي نفس الكلمه، سيب الاداره تشتغل، وبالطريقه دي احنا مش هناخد البطوله. بس لما نخسر البطوله برضه بقى تعالى لي قول لي سيب الاداره تشتغل. بزعل وبتعب قوي لما الزمالك بيخسر البطولات بالطريقه دي، بزعل. انا دمي وحرقتي وطريقه كلامي مش بهاجم حد بعينه، ولا انا ليا مصالح مع حد غير ان انا عايز الزمالك يبقى كويس. بننصح بحاجات ما بتتمش والزمالك بيتغلب والسلام عليكم، عليكم السلام. استفدت انا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الخبر التالي معانا بخصوص محمود علاء. اداره نادي الزمالك شكلها كده لا تنوي التجديد لمحمود علاء. انا بقول لك على اخر المستجدات عشان لما تعرف ان ده مشي، ده قعد ليه، ده حصل ايه. اداره الزمالك شايفه ان محمود علاء ملوش مكان حاليا داخل نادي الزمالك، وان جوميز لا يعتمد عليه، وان مستواه مش احسن حال. فبنسبه كبيره مش هيجددوا له، وخاصه ان لو جوزيه جوميز كمان اشر على الموضوع وقال لك لا مش عايزه. وكله عمال يتكلم، وكابتن حلمي طولان وفلان وعلان طالعين يقول لك مشي محمود علاء من الزمالك، مشي. مش عارف، كان قلبهم على الزمالك فعلا. ماشي. ناس كتير بتهاجمني لما بتكلم على محمود علاء، بس خلاص انا مش هتكلم على محمود علاء. هو ربنا يسهل له، لو مشي من نادي الزمالك او موجود ربنا برضه يسهل له معانا. ايه تاني معانا في الاخبار؟ هقول لك حاجه سريعا كده على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، اللاعب البرازيلي صاحب الجنسيه البرازيليه. هيلعبوا مباراه غدا مع اسبانيا، البرازيل واسبانيا. في مؤتمر صحفي اللاعب بكى بحرقه، بكى. ليه بيبكي؟ عشان التنمر وتشبيهه باللون الاسمر، وانه اسمر، مع ان كله خلقه ربنا، والسمر كل الجمال مش نص الجمال بس. اللاعب بيقول مش قادر استحمل، انا ما بقتش بحب كره القدم زي الاول عشان خاطر اللي بيحصل لي. انا بيتنمروا عليا سواء بقى في اسبانيا او غير اسبانيا، التنمر في كل مكان، ولازم أن يبقى في ضوابط اكتر من كده عشان عدم التنمر والكلام ده. صعبان عليا والله يا فينيسيوس يا جونيور. لكن بسأل سؤال هنا، الجبل اللي اسمه شيكابالا، محمود عبد الرازق شيكابالا، يعمل ايه اللي من هو عنده 16 سنة بيتنمروا عليه لحد النهارده، وعمر ما حد جاب له حقه، وهو بيحاول يجيب حقه بنفسه. بيحاول. عملوا معاه اللي ما يتعملش في حياة اي حد. يعني انت يا جونيور ان كانوا بيشتموك في الملعب ولا كده ولا كده، ده دول خدوا كلب وراحوا بيه المقابر وقال لك المرحوم اهو. دول ما بتفرقش معاهم هيتحاسبوا ازاي، ايه اللي هيحصل. التنمر ده ربنا نهى عنه في القرآن ولا لا، ولا ما نهاش، ولا في حساب في الكلام ده؟ لا 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 لا. اللي بيعمل كده مش فارق معاه، مش شاغل باله بالحساب ولا بالعقاب ابدا. حسبك الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل يا شيكابالا. طيب، مازال عبد الله السعيد زعلان حتى بعد تغيير التصريحات.
محمود كهربا اللي اتكلم وقال لك ما كنتش عارف ان البرنامج بيتصور وانا بتكلم على عبد الله السعيد وبقول فرق بينه وبين امام عاشور وفرق السما من الارض. انا عبد الله السعيد صاحبي وبحبه ومش عاوزه يزعل مني وانا ما اقصدش والله. امال الكلام اللي قلته ايه؟ اللي قلته من ورا ظهره. ما زال عبد الله السعيد الى الان زعلان. عبد الله السعيد مش هيصفلك الكهرباء بعد اللي قلته. عيب. يعني لما يبقى لاعب قلنا كبير زي عبد الله السعيد وحتى لو السن كبر بيه ما ينفعش يتقلل منه. ده يتقال موهبه كبيره وله تاريخه وكلام كتير، لكن انت ما قلتش الكلام ده. انت عشان تكسب جمهور الاهلي وخلاص تقول اي حاجه اي حاجه. مش عارف، ما اعرفش ايه اللي بيتقال ده ولا ايه اللي بيتعمل ده ولا بيفكر ازاي ولا. ربنا يهديه لنفسه. ايه تاني معانا في الاخبار؟ هقول لك على اخر حاجه قالها كابتن حلمي طولان، وده مجلجل الدنيا. هقول لك في عجاله في دقيقه واحده عشان ما اطولش عليك. قال لك في حد في اداره الزمالك بيشتغل لنفسه وبيعمل بيزنس لنفسه. هو قال كده. وقال لك انا زملكاوي غصبا عن اي حد، والاهلي فوق الجميع وبنحترم الاهلي، لكن الاهلي فوق الجميع، فوق جمهوره وفوق حاله يعني في النادي الاهلي. وبيقول ان تدريب منتخب مصر برضه بمجاملات ومفيش مدرب مصري يقدر وما يقدرش يدرب منتخب مصر حاليا وكلام من هذا القبيل. واتكلم على محمود علاء وقال لك ان محمود علاء المفروض يرحل عن نادي الزمالك عشان يبان احسن بره نادي الزمالك عشان الضغوطات اللي هو فيها مش قادر يبان. دي كانت ابرز تصريحات كابتن حلمي طولان عشان ما اطولش عليك. ربنا يصلح حال نادي الزمالك، امين يا رب العالمين. خلاص مفيش اي مباراه وديه تاني الزمالك هيلعبها خلاص استعدادا لمباراه مودرن فيوتشر. وباذن الله هنشوف نبيل عماد دونجا يا ترى مين اللي هيكون جنبه، احمد حمدي ولا قدامهم يوسف اوباما، ولا نبيل عماد دونجا وزياد كمال وقدامهم مثلا احمد حمدي او يوسف اوباما. كلام كتير وحوارات كتير هتبان الايام اللي جايه في التدريبات ان شاء الله. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.